شوف هذه اللقطة. النهارده انت بتشوف الاستاد مصر اللي بتلعب و40,000 مغربي في الاستاد، تقول لهم ايه؟ والله احنا بسم الله الرحمن الرحيم من ساعه ما وصلنا المطار شفنا لمسنا الحب المغربي بطريقه، يعني بصراحه انا اول مره في المغرب وهاجي تاني عشان خاطر الناس بتقول لك المغرب حلو اكيد، الاكل يعني طيب اكيد، بس انا جاي هرجع تاني المغرب عشان شعب المغرب، قسما بالله لمست حب المغرب. انا سعيد جدا، يعني انا حزين لاني انا النهارده ماشي ما كنتش عامل حسابي كده، يعني جيت اول ما جيت اسبوع واحد بس، والله لو كان عندي امكانيه ان انا اقعد كنت قعدت من حب الناس في المغرب، وهاجي مليون مره المغرب. نرجع ثاني اللي هو الجماهير ماليه الاستاد ومش منتخبهم اللي بيلعب. والله العظيم ما كنت بحب المغاربه، انت لو كلمت اي حد مغربي لما بيشوف العلم بتاعنا احنا ماشيين في الشارع، انا اول مره اكون ماشي بحب امشي بعلم، طبعا فخور ببلدي، بس المغاربه اول ما تشيل علم مصر بيجوا عليك ويسلموا عليك ويتكلموا معك ويغنوا لنا مصري، بيحبونا قسما بالله ومن القلب، تشوف الحب من العيون، يعني فهمت؟ ترد تقول ايه على الناس اللي بتقول لك البطوله فاشله ومفيش تنظيم ومفيش، انت كمشجع شايف التنظيم؟ انا شفت، انا عايش في اوروبا، شفت التنظيمات في اوروبا، ولك والله المغرب بتثبت ان هي عن جداره واستحقاق تنظم كاس العالم، وهي نظمت بطوله افريقيا عشان توري للعالم انا جاهزه ان انا انظم كاس العالم عن جداره واستحقاق. اكتر اكله بقى حبيتها في المغرب؟ اكله واحده. انا حبيت كل حاجه في المغرب، انا حبيت طبعا الطاجين بالبركوك والكسكسي والمسمن بالاتاي، بصراحه كان يبيغهم بزاف والله. بص يعني انا ممكن نتكلم بقى بيتكلم مغربي يا جماعه، كان يحمق عليكم بزاف، كان يبغيكم بزاف يا المغاربه، كان يحمق عليكم قسما بالله من حبنا للمغرب. انا يعني نحاول نتعلموا الدارجه ديال المغرب من حبنا في المغرب، بس مش اكثر يا جماعه. اللي يشوفه هو بيتكلم ما يعرفش ان هو مصري على قلبي قسما بالله. انا نمشي معاه ندوزوا في الشارع نتكلموا مع مغربي يقولوا لنا انت مش والله العظيم يقولوا مش مغربي. انا اول مره تخيل ان شاء الله بنيجي 50 مره في المغرب، يعني اول مره يجي المغرب بقاله اسبوع بيتكلم الدرجه من حب قسما بالله، من حب من القلب. انا شفت الناس في الشارع بيجوا علينا يتكلموا معنا كمصريين، عشان كده شفت الاستاد مليان في اكادير. والله العظيم لو الملعب مليون حتلاقي مليون مغربي بيشجع منتخب مصر، وانا واثق من حاجه زي كده. ولكن ده يرجع ان الناس في المغرب استقبلوا المصريين كويس، في اسبوع واحد يتعلم الدرجه. فدي رساله كمان، كن سفير لبلدك وتعامل باسلوب كويس مع الناس زي اللي المغاربه عملوه دلوقتي مع المصريين، حببوا المصريين فيهم لدرجه ان الراجل في اسبوع بقى بيتكلم مغربي. في اسبوع نهدروا بالدارجه نزل. يا اخويا انت خلاص خليك هنا ما تجيش مصر.